ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بكم في قناتي يوميات سناء. اقسم بالله الوصفة دي روعة 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 روعة. انا جربتها بجد يا بنات، روعة، جربوها. مساء الخير. انا فريده سيف النصر، ودهن شعري في الوصفه اللي انتوا قلتوا عليها، والقصه كشكشت حتى ودي شعري عشان في صحفيه كانت بتقول مش شعرك وباروكه وبتاع، ما علينا. وطبعا الموضه الجديده ان الحروف لون غير الشعر الاسود. وانا فعلا شعري كان ما فيش خالص، واتسالت على الوصفه كذا مره، وعلى طول على طول، واخرها حبيبه قلبي ساره نور الشريف دي على عيني تؤمريني. وانا كنت كده ولا كده هنزلها، اني مسؤوله عليها كتير جدا، بتسال بشكل مش طبيعي. و... وعامله كمان حاجه للوش هوريها لكم. بس انا دلوقتي هوريكم المكونات كلها. والحمد لله طبعا ان في السن بتاعي ده وشعري الله اكبر، يعني الحمد لله، وهو كان قد كده كمان 3 4 مرات. بس المهم تلبسوا حاجه مش عايزينها، تي شيرت مثلا قطن كده بتاع، وتحطوا طبعا بالليل بونيه وقطن، وكيس تلبسوا المخده كيس، وبعدين تحطوا عليها فوطه برضو تكونوا هتغسلوها كويس. واتفضلوا معايا بقى. اولا هنعمل كده، ده زيت جوز هند شايفينه، وزيت زيتون، وزيت سمسم. تاني، زيت جوز هند، زيت زيتون بكر، وزيت سمسم. خلاص ادي 3. المعيار هيبقى فنجان زي ده. الفنجان ده شايفينه، شايفين الفنجان ده المعيار ثابت. وبعدين خل تفاح اورجانيك، الخل الابيض عشان ده خل البصل، والخل البلسمك اللي هو خل العنب. خلاص. وبعدين دبس الرمان، 3 انواع عسل. دبس الرمان ده عسل الرمان ده، وعسل اسود، وعسل ابيض. خلاص. نقول تاني. طيب، زيت السمسم، زيت زيتون، كوكونات، وبعدين خل تفاح اهو، خل الابيض اللي هو خل البصل، خل بلسمك اللي هو خل العنب، وبعدين دبس الرمان اللي هو عسل الرمان، العسل الاسود، العسل الابيض. وايه تاني يا فريده؟ الخردل اللي انتوا شايفينه ده برضو، بس ده نص فنجان مطحون في الكبه، فنجان توم هيتطحن برضو في الكبه، بصلايه صغيره قد بالظبط الفنجان. حلو كده. طيب هنعمل ايه بدول بقى؟ هنعمل ايه بالمكونات اللي قلنا عليها دي؟ اهي تاني، اهي 3 3 3، و3 حاجات دراي، 3 ليكويد سوائل، زيت السمسم، زيت الزيتون، جوز الهند، خل التفاح، خل البصل، خل البلسمك اللي هو خل العنب، دبس الرمان، عسل الرمان، عسل اسود، عسل ابيض. ده الليكويد. الدراي الحاجات الناشفه، الخردل المطحون هو بيبقى قد راس الدبوس كده، والثوم والبصل. خلاص. طيب نرجع تاني لخالتي فريده. هنضرب الحاجات دي كلها، هنضربها ايه في الخلاط. يعني هنعمل ايه؟ هنحط ال الحاجات دي. انا طبعا قاعده في المطبخ، والدنيا مكركبه كلها عشان ايه؟ عشان اعمل لكم الوصفه دي. الست ربنا يستر علينا كلنا يا رب، بتاعت جالها كورونا الحمد لله. وانا كان عندي والله كورونا، بس ربنا الحمد لله نجاني يعني. فريده بطل. هنخلط الحاجات دي كلها على بعضها. ازاي بقى؟ طبعا بنحط الاول الزيت، لانه الزيت بطبعه خفيف هيطلع فوق الوش، فبنخلي الزيت مع بعضيه لوحده على جنب، ونحط انواع الخل مع بعضيها والعسل نفس الحكايه، وبندوبهم في بعض. وبعدين بنحط الحاجات دي اللي هي توم، ملح، توم قصدي توم وبصله والخردل، وهيتضرب كويس قوي برضو في كبه او في خلاط. وبعدين يا ستي، انا ما اعرفش ايه الدايره اللي حصلت دي والوش كده اعمل كده ليه، بس انا كل اللي اعرفه اني بسجل واول مره اعمل الحكايه دي. لان اليوتيوب انا المفروض اعملها عشان اعمل مذكرات عن امي وعني، واكذب الفيديوهات اللي بيعملوها
في اليوتيوب عليا دي شيء صعب قوي، اسمي واهلي مبهدلين الدنيا معايا خالص. الحمد لله مصرين على اسمي مش اسمي، برغم ان انا ابويا اسمه جلال واهلي سيف النصر المهم انا بعمل الفيديو ده خاص جدا لحبيبة قلبي سارة نور الشريف عشان اصحابها من الناس اللي سألوني برضو واصحاب كتير قوي، واصدقاء على الفيس، واصدقاء في الحياة، واصدقاء على السوشيال ميديا، ناس بتخش لي وناس عملتها مغاربة كمان زي الست نوال حسين، والناس دي يعني شكروا فيها جدا. بس برضو انا بقول ان لما نعمل الخلطة دي ونحطها على شعرنا لازم نكون زي الارض بالظبط. الشعر ده زي الارض. يعني ايه زي الارض؟ يعني انت المفروض بتحط سماد كويس للارض، وبعدين تحط الزرع، تحط الحبوب يعني، فاعتبروا الحاجات دي الحبوب اللي من بره. السماد الجواني بقى ايه؟ ان انت اللي بتاكله بيخش على دمك وشرايينك ويطلع للدماغ والحاجات دي. مهم جدا ناكل كل حاجه ليها جذور زي الشعر. يعني مثلا ايه؟ الفجل، اللفت، البنجر، البطاطس، البطاطا. قلت لكم اللفت والبنجر والبطاطس والبطاطا وايه يا فريده، والفجل طبعا قلته. المهم الحاجات اللي ليها روتس، اللي هي بتبقى ليها رجلين كده في الارض. طيب دي ناكلها مهم جدا. وده بالنسبه لوقوع الشعر، بس لو اتلحق بدري بنحطه على الراس. الخلطه دي قبل ده كله نسيت اقول لكم حاجه مهم جدا، ان احنا نروح لدكتور نحلل الهرمونات، لان لو كان مش ضعف بس في التغذيه او في الفيتامينز او ناخد حاجات فيها زنك طبعا للشعر، هيبقى الموضوع هرمونات، هيبقى الموضوع صعب جدا انه يتعالج بالكلام ده. عشان يبقى عندكم فكره لازم علاج هرمونات، اللي هو الغده الدرقيه بالذات بنعمل لها تحليل، وبناء عليه هو بيقول لك بقى ان ده مثلا ضعف، او ان انت هتحطي كذا او هتعملي كذا يعني. انا لابسه جوانتي زي الدكاتره عشان كنت بعمل في شعري. بنحطها مثلا لما تحطيها قبل ما تنامي، وتحطي بونيه، تحطي قطن حواليه، وتحطي على المخده، تلبسيها في كيس سوري زباله او حاجه، وتحطي فوطه وتنامي. طبعا انصحك ما تناميش جنب جوزك عشان ما تتطلقيش. ريحتك بقى بصل على طوم على ايه، اوعى. فحقيقي بتعمل نتيجه بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا اقسم بالله ومش بكذب، كان شعري زي وشي كده، راسي كانت زي وشي كده. ده بينفع في حاله نفسيه، في حاله ثعلبه، في حاله ضعف عام كده، لكن تحليل الهرمون مهم جدا. طيب والحمد لله ما شاء الله، يعني كله بيقول لي يعني بالنسبه لعمري والستينات والكلام ده يعني بسم الله ما شاء الله الحمد لله. ف مش عايزه اقول اسمها، بس يا مدام يا صحفيه، دي مش باروكه، ده شعري. بوريهولك كمان هو ناشف، لان مش مزيت بقى وعايز يتغسل. فبعد كده الغسيل مهم جدا بقى. يا ريت، مش عايز اقول اسامي عشان ما اعملش اعلانات، لكن يا ريت شامبوهات اطفال، بلاش الشامبوهات اللي فيها كيماويات وحاجات تقيله كده بتبوظ الدنيا، بالذات مع الشعر اللي بيقع. وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم يا فريده، ميه الشطف مهمه جدا. هتجيبوا الرده يا فريده، الرده سبحان الله فيها فيتامينات بي كامله، بتتنقع من بالليل. انت هتغسلي بقى شعرك الصبح، حاضر، تغسلي شعرك الصبح، بتجيبي الرده بتنقعيها في الميه، وبعدين بتاخدي الميه دي اللي هي اخر شطفه في الشعر خالص، تحطيها على شعرك وتسيبيها. طبعا بتكوني حاطاها في شاشه، مش بتحطي في شعرك رده يعني، تاخدي الميه بتاعتها بس. وبعدين يا ست الكل انت وهي خلاص توكلي على الله، بسم الله الرحمن الرحيم، واتفرجي. نسيت اقول لك حاجه كمان، لما يكون شعرك مبلول ما تسرحوش على طول، ما تسرحوش ابدا بالفرشه وتوقعي وتشدي وتعملي مش عارفه ايه، مش هتلاقيه. واخده بال حضرتك؟ بالراحه كده، تسرحي من تحت لفوق ومش وهو مبلول، تاني بقولها وهو مش مبلول. حبيت اطلع لكم بطبيعتي عشان اوريكم اللبخه اللي انا عاملاها.
واقول لناس كتير جدا يا رب بالشفاء، وان انا مش بهمل فيكم ابدا، انا برد، بس عايزه ارد جماعه بقى. عشان ايه؟ عشان انا تعبت والله، والنظر نضيع بقى. انا اقعد اكتب كل شويه المسجات وبتاع والخلطه كذا واعمل لي كذا ويتابعوني. لا، انا هتابعكم هنا خلاص. وعملت حاجه حلوه قوي الوش، سبحان الله، يعني ربنا كرمني بيها جدا. تحس كده وشك راح منفوخ وورد، حاجه غريبه سبحان الله. حاجه كده هبتت في نافوخي، لقيته الورد، حد جاب لي ورد. بنوته حلوه بتشتغل في شركه انتاج، استاذ حفظي، كانت جايبه لي فيلم وكده، بس احنا الحمد لله ما عملتوش يعني. كان عندي ظروف ما وانتشار الكورونا وكده وبتاع، فجابت لي بوكيه ورد. فانا بصيت كده على الورد الاحمر البلدي، كان بقالي كتير ما شفتش الروز اللي هو اسمه روز، يعني الاحمر الجميل ده. خدت ورق الورد حطيته في الكبه، وحطيت ميه ورد كمان عليه، وميه زهر، وحطيت زيت جوز الهند، وحطيت اللهم صل على سيدنا محمد يا فريده نقطتين كده زيت زيتون، واسمه ايه ده، عسل ابيض، ضربتهم في الخلاط وشلتهم في التلاجة. مفيش شويه زيت جوز الهند بيعمل بيجمد، بيبقى ابيض زي كده، زي ما هو كده بيجمد. فبقى زي الكريم. بقيت احط على وشي وسيبه ينشف، بعدين تغسلي وشك بميه ورد برضو. ايه ده؟ ايه الروعه دي؟ ده انا عايزه اعمل براءه اختراع على فكره. تحت امركم في حاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، بس مش دلوقتي. يا ريت تتابعوا الوصفه دي، وتقولوا لي يا ريت تشتركوا عندي في القناه وتقولوا لي ايه الاخبار، عشان لما رد واحد يبقى على كله خلاص. وادعوا لي بقى ربنا يدينا الصحه ويخلينا، عشان واحد بيخاف، عشان اليومين دول شكلهم كده بيقفشوا في اللي كمل 60 على طول. واحد خايف من زمايله واصحابه، وربنا يسهل. وان شاء الله عندي مذكراتي بقى عشان ما حدش يفتي، وعشان لما نتوكل على الله يبقى احنا اللي اتكلمنا على نفسنا، مع كل بقى الفنانين وفي بيوتهم، استاذ نور الله يرحمه، محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، كله بولادهم، ولادنا، كل حاجه. وسامحوني على المنظر ده، ان انا حبيت اوريكم ان انا عامله، يعني اللي انا بقول لكم عليه انا عاملاه اهو. بصوا شايفين اللي بيلمع ده الزيت، تمام. يا رب بالشفاء، يا رب اكون نفعتكم، يا رب تكونوا بتحبوني زي ما بحبكم، وقبلوني كده بطبيعتي. وابقى اقول لكم ايه، ما انتوا حبيتونا احنا صغيرين ومزز بقى وحلوين وبتاع، تفضلوا تحبونا لاخر يوم ان شاء الله. بعد كده بقى لما كشكش وبتاع واكتر من كده واسناني تقع وحاجات من دي، تفضلوا تحبوني برضه. انا ما اتاخدش لحم واترمي عظم ابدا، ولو اني عمري ما هبقى عظم، ان انا بقى طباخه كمان. ده احنا هنتكلم في حاجات كتير، يلا بقى. طباخه ومقتصده وست بيت ان شاء الله زي امي. يلا حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. ورجب ما تنسوش تصوموا في رجب، عشان امي كانت بتقول ان صام رجب مش هيشوف في قبره عجب. اوكي. يا رب يبلغنا رمضان كلنا كاملين مش ناقصين. يلا باي باي يا ساسو، باي يا قلبي.